من الاخر هي الهالات السوداء بتتعالج ولا لا؟ عشان بس الناس نخلص من الموضوع ده. عادي لو لا يبقى لا، ما حدش يجي تاني هالات سوداء. الفاميليال اللي هي الوراثي بصراحه حتى لو راحت بترجع دي. لا، وبعدين هي بتبقى مشكلتها ان هم بتبقى باندا اي يعني فوق وتحت، فحتى في معظم الحاجات اللي انت اجراءات هتعملها يوجولي بتعملها في اللور ايليد وما بتعملش في الابر ايليد، فبرضه مهما عملت هو مازال انت ما حلتش المشكله. الهالات السوداء اللي بتروح وبتبقى بتحسن بصوره كبيره جدا، الناس اللي بتبقى ديو تو فاسكولار، ودي بقينا بنشوفها كتير جدا نتيجه لكله ماسك التليفون 24 ساعه في اوضه ضلمه بالليل قبل ما ننام، الناس اللي بتشتغل كتير على اللابتوبس وطول الوقت قاعدين عينيهم for a long time. يعني نقدر نقول التحسن كام في المية؟ الفاسكولار لا بيتحسن جامد جدا، بس هو محتاج اللايف ستايل موديفيكيشن، ومحتاج انه يستخدم حاجات فيها كافيين وفيتامين كي كويس قوي اكتر من انه يعمل بروسيجر. فهي مطلوب من العيان نفسه ان هو اللي ياخد الستيب، ودي بتبقى صعوبه. الناس اللي عندها بيجمنتيشنز بيتحسنوا جامد جدا. الناس اللي عندها تجويف لازم هتحقن فيلرز، فالناس اللي متخوفه من الفيلرز في المنطقه دي مهما عملت هتفضل متضايقه من المنطقه دي، لانه زي ما كنا في زي بقى بنتكلم على الشميز والشميز الابيض والحاجه اللي تحتيها لما بتبقى شايفه العظم or whatsoever، هتفضل الحته دي عامله الجرايش كولر ده، فمهما هتعمل هي مش هتبقى مبسوطه. فدي يا اما تحقن فيلرز يا اما لا. بس انا بلاقي ناس الدنيا زي الفل، دكتور انا عايزه احقن فيلرز تحت عيني ليه؟ عشان الهالات السوداء. طب هي ما عندهاش تجويف اصلا، فمش شرط ان الفيلر يصلح المشكله. لا طبعا. كويس.